لو قلت لك إن أكتر حاجة بتتحكم في حياتك دلوقتي حاجة حصلت لك وأنت عندك 5 أو 6 سنين، وإنك عمرك ما ربطت بينها وبين وضعك الحالي قبل ما تختار شغل أو شريك أو حتى رأي. عمرك سألت نفسك أنا عايز ده فعلا ولا لأ؟ ولا أنا خايف أعمله غيره؟ ولا رأي الناس هيكون إيه لو عملت ده؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البيت، وإزاي ممكن تبقى طالع من بيت شكله من بره كويس بس داخليا أنت مش كويس ومش مرتاح، جواك حاجات كتير أنت مش فاهمها ومش عارف هي جت منين او مش شايفها لسه ما ظهرتش. النهارده بقى هنتكلم عن ازاي الطفولة لسه بتتحكم في اختياراتك لحد دلوقتي، وازاي تفصل بين صوت اهلك وصوتك انت. لان المشكلة ان احنا بنبقى فاكرين واحنا بنتصرف ان دي تصرفاتنا الطبيعية، بس للاسف التربية بيبقى ليها عامل كبير. لان احنا زي ما فاهمين، انت عبارة عن انت بتشوف وبتسجل، دماغك بتشوف وتسجل، دماغك بتشوف وتسجل. طول ما انت بتسجل انت بتسجل في دماغك، وما بتكبر بتبتدي تطلع التسجيلات دي. انت خلاص وانت صغير سجلت مواقف معينة او تصرفات معينة او عادات معينة. لما بتكبر بقى بتبتدي تطلع منك في تصرفاتك انت، بس انت مفكر ان دي تصرفاتك، لكن هي في الحقيقة مش تصرفاتك، هي حاجات اتزرعت فيك وانت مش واخد بالك ومش فاهمها او مش حاسسها او مش عارف ان هي مش بتاعتك اساسا، لان انت ما فكرتش هو انا لو غيرت تصرفاتي هينفع. مفيش حد بيفكر في الحتة دي. هو خلاص هو انا كده وانا هفضل كده ومش عايز اتغير، لان في ناس كتير فاكرة ان هي حرة وهي في الحقيقة بتنفذ تعليمات قديمة. لان الطفولة ما بتخلص، مش معنى ان احنا كبرنا الطفولة خلصت، لا هي بس بتختفي وبعدين تطلع لك وانت بتختار شغل او شريك حياة، او حتى انت بتتناقش مع حد وبتختلف معاه في الرأي. الحاجات اللي في الطفولة بتظهر بقى في المواقف دي. صوت اهلك مش بيختفي، هو بس بيتحول لصوت داخلي. لو طول عمرك كنت بتسمع انت مش كفاية، هتكبر وانت بتحاول تثبت نفسك او مش واثق في نفسك، بس انت عايز تثبت نفسك لاي حد عشان تحس ان انت كفاية. لو كنت بتسمع الناس اهم منك، هتكبر وانت بتتنازل اكتر ما تستاهل، وخلاص انت اتعودت ان الناس اهم منك. لو كنت بتسمع عيب غلط حرام مفيش حد بيشرح لك ليه، هتكبر وانت خايف تاخد القرار لوحدك. ودي نقط مهمة لازم نقف عندها. هل انت فيك الحاجات دي؟ هل بتحس بيها؟ طب هل فعلا قراراتك اللي انت بتقولها او بتفكر فيها او بتطلع منك، انت متأكد مليون في المية ان هي قراراتك انت وصوتك انت؟ ولا مش دايما؟ ولا ساعات بتشك؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده، ولازم نبقى عندنا وعي ان احنا نسمع نفسنا ونتقبل صوت. اللي انت مثلا ممكن ابقى قاعد، هو انا عملت كده ازاي؟ هل كنت المفروض اعمل كده؟ طب انا عملت كده، طب ده صح ولا غلط؟ طب الناس هتشوفه ازاي؟ الناس هتحكم عليا ازاي؟ كل ده غلط. لازم تبقى الحاجة اللي انت عاملها مريحاك انت، مريحاك انت رقم واحد. لكن احنا اتربينا بقى على ايه وتربينا ازاي؟ لا مفيش تربية سليمة ده 100% زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، بس لازم يبقى انت عندك الوعي ان انت تفهم انت المفروض تعيش بدماغك، واهم حاجة يكون تفكيرك سليم. يعني ايه تفكيرك سليم؟ يعني خليني اقول لك على حاجة بسيطة جدا تعملها، وعن تجربة انا جربتها وطلعت مفيدة جدا بصراحة. بس المهم تكون صادق مع نفسك وانت بتعملها. يعني اول ما تيجي تاخد قرار مهم كده اسأل نفسك 3 اسئلة. لو محدش هيحكم عليا هختار ايه؟ طب لو مفيش حد هيزعل ولا هيقول عليا حاجة كنت هعمل ايه؟ ده السؤال الاولاني. طب السؤال التاني، هو انا خايف من ايه بالظبط؟ خايف من الفشل ولا خايف ابان غلط قدام حد ولا الناس تحكم عليا غلط؟ طب السؤال التالت، الصوت ده بيقول لك ايه؟ جوه دماغك جملة دايما بتتكرر، اسمعها كويس. هل هي انت مش هتعرف، او الناس هتقول عليك ايه، طب ده عيب، لا ده حرام، ولا هي جرب ممكن تنجح انت تستاهل؟ هنا بقى النقطة. لو الصوت ده دايما بيخوفك وبيقلل منك، مفيش صوت داخلي يقلل منك.
يعني لازم الصوت اللي الداخلي اللي جواك يشجعك، يخليك تطلع لقدام، يخليك تنتج. لكن الصوت لو بيخوفك وبيقلل منك، ده ناتج عن التربية أو عن مواقف أنت تعرضت ليها وأنت طفل، فبيأثر على قرارك دلوقتي وعلى صوتك الداخلي. لأن صوتك الداخلي المفروض ينميك، مش يقلل منك. طبعا لازم نراعي بين الصح والغلط والحرام والحلال، ده أكيد طبعا، بس ما يبقاش هو كده وخلاص. يعني لو صوت بيقول لك ده حرام، ده حلال، لازم يبقى برضه في تفسير، ودماغك شغالة بتفسر الصوت ده صح ولا غلط. قال لك حلال، طب هو فعلا حلال؟ قال لك حرام، طب هو فعلا حرام؟ ده صح، هل هو فعلا صح؟ ده غلط، هل هو فعلا غلط؟ ساعتها هتبتدي تفرق بين الصوت ده مظبوط ولا الصوت ده لا ما ينفعش امشي وراه. هو مش هو ده صوتي الحقيقي، يعني مش هو ده صوتك انت. صوتك الحقيقي مش هيهينك، مش هيكسفك، مش هيهددك. هو زي ما قلنا هينصحك، بس عمره ما يهينك. يمكن طول عمرك كنت فاكر انك شخص متردد وانت مش متردد، بس الحقيقة انك اتعلمت تخاف من وانت صغير. يمكن فاكر انك ضعيف، بس محدش علمك تختار، محدش فينا اختار طفولته. وطبعا اللي احنا بنشوفه من تصرفات اهالينا واحنا صغيرين بيفرق معانا، ودماغنا برضو بتسجله، وممكن نعيده بعد كده لما نكبر، سواء تصرفات كويسة أو تصرفات غلط. احنا ممكن لا وعي احنا نبقى مقتنعين التصرفات دي صح، فلما نكبر نكررها مع شريك حياتنا أو مع أطفالنا واحنا بنربيها. ودي مش بتبقى حاجات نابعة منك انت، هي حاجات انت شفتها وانت صغير، اتحفظت عندك، فلما بيحصل الفعل بيطلع رد الفعل بتاعك الطبيعي اللي انت شفته وانت صغير. لكن هل هي صح غلط؟ هل هي طبيعتك ولا لأ؟ ناخدش بالنا من الحتة دي، ودي حتة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها ونقف عندها. هل التصرف اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط؟ لأن أنت لما بتبقى بتربي أولادك أنت مسؤول عن إن أنت بتطلع شخص على قد ما تقدر يكون سوي، ويكون لما ينضج يبقى تجربة إيجابية مع نفسه ومع حتى شريك حياته في المستقبل. ما يبقاش عبء على حد، يبقى واثق من نفسه، يعرف ياخد قرارات. يبقى حتى اللي انت بتزرعه فيه حاجات كويسة على الأقل هيعود لك لما تكبر. وربنا برضو طبعا هيجازينا عن التربية السليمة، ناخد ثواب عليها. إن أنت بتكون، هو ربنا بيدينا هدية كطفل، إحنا دورنا بقى نحافظ على الهدية دي ونكبرها صح، ما نهملش فيها. واللي مش قادر على الموضوع ده أو ما يقدرش على المسؤولية دي يبعد عنها. الموضوع سهل وبسيط. شايف إن الموضوع صعب وإنك مش هتقدر نفسيا أو مش هتقدر عصبيا، خلاص بلاش. إن هي بتبقى أمانة في رقبتنا لازم نخلي بالنا منها. مش هقولك إن إحنا نبقى ماشيين 100% على طول، بس على الأقل الجزء الأكبر يبقى كويس، حتى لو في غلط ده أكيد، بس يبقى بسيط، ما يأثرش عليهم لما يكبروا. مش مطلوب منك تعاند أهلك ولا تكسر كل حاجة اتربيت عليها، مطلوب بس إنك تبص جواك وتسأل: هو أنا عايش حياتي ولا بكمل سطر اتكتب وأنا صغير ولسه مش فاهمه أو ما كنتش واعي عليه وهو بيتكتب؟ هو الفرق بين إنك تبقى مرتاح وإنك طول الوقت حاسس إن في حاجة مش راكبة، في حاجة غلط في التركيبة مش مظبوط. طب لو اكتشفت إنك فعلا بتكمل سطر قديم تعمل إيه؟ إزاي تفصل بين اللي اتزرع فيك وبين حقيقتك أنت فعلا؟ الحلقة الجاية بإذن الله هنتكلم عن أول خطوات حقيقية تخليك تختار بإرادتك، مش عشان أنت خايف أو عشان حكم الناس، لأ أنت بتختار بإرادتك أنت. هو الوعي مهم بس هو لوحده مش كفاية، لازم تتحرك معاه. أشوفكم الجمعة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.